اللي لابس نضارة بقاله سنين لما نضارته تتكسر صعب جدا تقنعه انه يقعد من غيرها. وده اللي حصل لنضارة هاني لما الولاد كانوا بيهزروا معاه وجابوا له النضارة نصين. والمرة دي الحقيقة ما استقربناش وعملناها جنب البيت، لا نزلنا تيبا مول عند اي بلس عشان هم متخصصين في كل حاجة تخص النضارات، وكانوا كمان عاملين عرض خطير وهم في منتهى الدقة في تنفيذ اي نضارة انتوا عايزينها. كده احنا اخترنا النضاره ديت. تمام، هندفع ثمنها بالكامل وهناخد اي نضاره ثانيه ب 100 جنيه سواء بقى شمس او سواء نظر، برضو ده خليه في الاختيار بالنسبه لك. نروح بقى للعدسات. عدسات نوعين، انتي ريفليكشن عادي ده ياباني سعره بيبدا من 250، والعدسات الجديده المميزه الخاصه بالموبايل والكمبيوتر سعرها 400. ده الفرق ما بينهم. ده الضوء اللي بيخرج من شاشه الموبايل والكمبيوتر، دي العدسه العاديه، دي العدسه المميزه اللي نازله جديد، ودي عدسات اسمها بلاتينيوم ياباني. نقدر نختار اي حاجه. الشناير بقى عندنا بتبدا من اول 300 جنيه واغلى حاجه عندنا 750 جنيه. ده الاولى. الثانيه يعني مثلا اذا خدنا واحده ب 300 الثانيه بتبقى ب 100 جنيه، خدنا واحده ب 750 الثانيه برضو بتبقى ب 100 جنيه، شمس نظر طبي او شمس. الحقيقة الناس دي اكتر حاجة هتريحكم معاها ان هم محترمين فاهمين في شغلهم. كمان الماتيريال بتاعت النضارات عندهم حلوة جدا، احنا عملنا 3 نضارات عندهم والتلاتة طلعوا احلى من بعض. اختاروا معانا اللي احنا عايزينه كله، وبعد كده رحنا استلمنا بعد كام يوم وكانت كل حاجة عندهم ممتازة. اتمنى انكم تروحوا لهم وتستفيدوا بالعرض بتاعهم، واستنونا في فيديو جديد، وما تنسوش تفعلوا هاشتاج سادة وزيادة هتظهر لكم كل فيديوهاتنا. باي باي.